السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة جات بتقول: أنا شخص عصبي جدا، بنفعل بسرعة، بتوتر غصب عني، فبشتم أحيانا، بضرب أحيانا، بعمل تصرفات ابتديت أحس إن كل اللي حواليا ابتدوا يخافوا مني وما يقربوش مني ويبعدوا عني، ودي حاجة مضايقاني جدا. هل في طريقة أبتدي أعدل بيها انفعالاتي دي ولا لأ؟ طبعا في. بس قبل ما أجاوب على السؤال ده عايزة أعرف تعديل بسيط جدا لكلمة عصبية. الناس فاهمة غلط إن العصبي هو اللي بيشتم، هو اللي بيضرب، هو اللي بيزعق، والحقيقة إن العصبي هو اللي بتتأثر وظائف أعضائه بالمحيطات. يعني لو أنا وإنتي ماشيين وفي خناقة، فإنتي رحتي بسرعة تساعدي في الخناقة فتوترتي فضربتي فشتمتي، وأنا واقفة مكاني بس ضربات قلبي ابتدت تزيد، إنتي ضربات قلبك ما زادتش، إنتي انفعلتي فرحتي، يبقى أنا العصبية مش إنتي. واحد عصبي فتوتر فالقولون عنده تعبه، واحد جسمه وجعه من العصبية، سخن من كتر العصبية، يبقى ده اللي عصبي. يبقى العصبي هو اللي أعضاؤه بتتأثر بالمحيطات بيه، مش باللي بينفعل. كلنا بنغضب، كلنا بنغضب. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام واحد راح سأله، قال له: يا رسول الله انصحني. قال له: لا تغضب. أول حاجة نصحوا بيها إن احنا منغضبش، لان احنا واحنا بنغضب بنغلط وبنفكر غلط، ولكن التعبير عن الغضب هو ده اللي احنا لازم نتعلم نسيطر عليه. في حاجة اسمها فن إدارة الغضب أو فن إدارة الانفعال. أعمل إيه لما أتوتر وأتعصب عشان ما أغلطش وأخسر الناس اللي قدامي؟ رقم 1، نعد من 1 ل10، يا 1 2 3 أو 10 9 8. ليه؟ لما بنغضب في هرمون اسمه الكورتيزول والادرينالين بيزيدوا جدا، فبالتالي بنقول كلام مش بيمر اصلا على عقلنا، بنقول كلام كده وخلاص. الكلام ده ممكن يأذي جدا الشخص اللي قدامي، ممكن اعمل بيه مصيبة، ممكن اغضب فاتضايق جدا فيبقى رد فعلي أسوأ من الفعل اللي جالي. يعني هي قالت سر فانا اروح رزعها سرين 3 من عندي فبقيت انا أسوأ منها. ودايما اقول: هو لو في كلب جه عضك هتروح تجري وراه تعضه؟ لا طبعا. فدايما بقول: لا تسمح للقبيح ان يسرق منك المليح. ما يجيش حد يعصبك فينجح فيخليك اوحش منه، لا، اهدى وعد من 1 ل10، هتهدى وهتفكر افضل. تاني حاجة، تاخد نفس عميق لثواني، لا حول ولا قوة الا بالله. الحبة دول ما تستهونش بيهم. في الثواني البسيطة اللي انت خدت فيها النفس العميق ده، ضربات قلبك ابتدت تتعدل تاني، هرمون الادرينالين ابتدى يتظبط، فالكلمة هتمر هتفكر في الكلمة اللي كنت قبل ما تاخد النفس هتقولها هتبوظ الدنيا، لا هتراجع نفسك. كل ده حصل في الثانية دي، كل ده حصل في الثانية دي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. اللي أنا لسه قايلة إيه؟ الثواني اللي أنا سكت فيها وخدت النفس ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده كله قبل علم النفس ما يدرسوا ويقولوا. 3، لما اجي اغضب، لو انا واقفه اغير اي حاجه اعمل، اغير اقعد، لو انا قاعده اتمشى، لو انا العب رياضه، اعمل اي حاجه. طب مش معقوله هسيب الخناقه واروح العب رياضه، لا، بس على الاقل اغير المكان اللي انا واقف فيه، ابعد خطوتين 3، اروح امشي بسرعه كده وارجع تاني. لما اعضاء جسمي بصوا كام حاجه هتتحرك، ايدي ورجلي، فهبتدي اهدى شويه. الغضب بتاعي هو امتص، فالحاجات اللي كنت هقولها هتضايق، او انا كنت لسه هفضحها واقول كذا كذا، لا مش هقول. انا كنت لسه هشتم وارد اساءه باساءه، لا مش هعمل كده. كل ده حصل في الرياضه. وده برضه الرسول عليه الصلاه والسلام حبيبي وحبيبك قال قبل كده ان اللي يغضب يغير، اذا كان واقف فيقعد، اذا كان قاعد فليضطجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش ان الغضب من الشيطان. حبيبي الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال: ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار الماء. مين اللي بيطفئ النار؟ المية. فنحاول نتوضى
وبرضه في علم النفس بيقول ان عشان اسيطر على غضبي احاول احط ميه ساقعه على وشي او على ايدي، فهعمل حاله من الصدمه، فهبتدي اهدى شويه، اللي هو فليتوضا. قبل كل ده بقى، انا كده قلت الحاجات البسيطه اللي هبتدي اهدي بيها نفسي قبل ما انفعل. عملت بقى ده، مصمم اغلط. هنا بقى انت اللي عايز سلوكك يتعدل. وقبل ما تغلط تعالى اقول لك حاجه. الرسول عليه الصلاه والسلام برضو قال ايه؟ ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والله. يعني ايه؟ يعني مش الشديد الراجل اللي يضربك ويشتمك ويهزقك ويهينك، لا، راجل بجد والقوي بجد اللي يملك نفسه عند الغضب. وده طبعا بقصد بيه راجل وست. ما تنسوش ان اشر الناس من يتقيه الناس مخافة لسانه. اشر الناس. انت عايز تبقى اشر الناس؟ عايز ربنا ما يحبكش؟ ربنا مش بيحب اشر الناس. بلاش تبقى الانسان الوحش اللي الناس تخاف منه وقت غضبه، اللي الناس تخاف تعديه لانه بيغلط، واللي ان انا خاف اروح الومها لا تفضحني وتقول عليا 1 2 3، لا تسجل لي، لا يبقى عندها رسائل مش عارفه عامله ازاي، لا يشتم، لا يضرب، لا يكسر الكاسيت، لا يشوط الدولاب برجله، لا اخاف اكلمه لا يمسك الفازه يضربني بيها، لا يقول لي يا مش عارفه ايه ويا ولاد الايه. فاخاف اكلمه، اخاف اقرب منها. دي بنت مؤذيه، دي بنت بتتكلم، ممكن بنت تبتليكي بمصيبه وانتي واقفه عشان انتي جيتي عليها. دي انا هقول لها كذا فهترد غضبها بغضب اكتر. اشر الناس من يتقي الناس مخافه لسانه. خد بالك من نفسك وانت عصبي. علشان كده لما واحد راح يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له علمني حاجة يا رسول الله، عاوزني انصحني بحاجة، قال له لا تغضب. سيدنا محمد عارف ان الغضب وان انت انفعالك ممكن يبقى سيء جدا ويبوظ حاجات كتير جدا وانت غضبان. ركزوا وانتوا غضبانين هتقولوا ايه. حقيقة ان وقت الحلو كلنا حلوين قوي. امتى بيبان بقى الانسان؟ وقت غضبه. وقت الخلاف بنبتدي نبان على حقيقتنا. مين وقت الخلاف باعك؟ مين وقت الخلاف غلط فيك اكتر ما انت غلطت فيه؟ مين وقت الخلاف قال اسرارك؟ مين وقت الخلاف ابتديت تاخد بالك ان وقت الخلاف ده طلع شات كنت انا بعتاه، ده طلع دي كانت بتسجل لي، ده ضربني، ده. حتى وانتوا بتنهوا علاقات انهوها بطريقة جميلة ومريحة. حتى في عصبيتك انهي العلاقة وانت ماشي راقي ابن ناس موكل امرك لله سبحانه وتعالى. بلاش تسيبه في قلوب الناس اوجاع تخليك انت نايم واللي انت وجعته بشرك واذاك عمال يدعي عليك وانت نايم. بلاش تبقى الظالم مش المظلوم. وانا قلت كذا مرة لو بايدك تختار، اختار تبقى المظلوم مش الظالم. بلاش تجرح حد وتعمل علامة في قلبه تخليه عايش بيها طول عمره مش عارف ينساها. لما يشوفك ما يعرفش يقول حاجة غير يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. كان مؤذي، كان عصبي قوي، كان بيضربني، كان بيشتمني، كان بيكسر كذا. انا يا رب خفت منه قوي اليوم الفلاني، يا رب دي هددتني بكذا، يا رب ده انا لما قلت لها كذا قالت لي كذا كذا، يا رب دي كان صوتها عالي، دي اذتني. بلاش تبقى نايم في حد قاعد بيدعي عليك. بلاش حد كل ما يفتكرك يقول اعوذ بالله. ده بني ادم وحش جدا. افتكر دايما ان نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام هي عدم الغضب. بلاش تبقى شر الناس. لما تتعصب اهدى، خد نفس عميق، عد من 1 ل10، نظم ضربات قلبك بالحاجات دي. غير وضعية جسمك، واقف اقعد، قاعد وقف، اتمشى. اذكر الله دايما وانت عصبي، وما تنساش ان اذا غضب احدكم فليسكت. لو قادر تسكت احسن اسكت. يقولوا عليك بارد، يقولوا عليك ما بتردش، يقولوا عليك جبان خايف، احسن ما يقولوا عليك اشر الناس. اتحكم في انفعالاتك. دمتم بخير، دمتم في هدوء وصحة وسلام. السلام عليكم.